قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني أنا ما اشتكيش إلا ربنا سبحانه وتعالى. تعال نتخيل إن أنت اشتكيت همك لواحد ما بيحبكش، أنت هتقوم من هنا بعد ما تتكلم معاه الكلام ده كله اللي كان مضايقك، وهو مش فارق معاه أصلا أنت إيه، ولا فارق معاه أي حاجة، لأنه كده كده ما بيحبكش. طب تعال نتخيل إن أنت اشتكيت همك لواحد بيحبك، ليه تدخل الحزن على قلب واحد بيحبك؟ طب تعالى نتخيل ان انت اشتكيت همك لواحد مش فارق معاه وجودك، مش فارق معاه انت اصلا، ولا بيحبك ولا بيكرهك، هو برضه مش فارق معاه همك ولا فارق معاه حزنك. انت عارف انت بتشتكي همك وحزنك لمين؟ لبشر. من مين؟ من ربنا. انت عارف مين اللي فاكرك اصلا ورزقك بالمشكله دي؟ ربنا. انت اكنك بتقول للبشر انا بشتكي لكم من ربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله. انت ليه تعمل كده في نفسك؟ الشكوى لغير الله مذله. ما تشتكيش من همومك لحد، وما تشتكيش بهمومك ولا تحكي الا لله عز وجل، لان ربنا الوحيد القادر على حل كل المشاكل اللي انت بتمر بيها. السلام عليكم.